دارنا نسمعكم تسجيل من داخل مستريحة، من داخل مستريحة. ده كده ما في نهاية قضية في ما في نهاية قضية في نفس الطريقة دي. ان احنا وقت قاعدين ونقاتل بنقاتل بكل الجبهات ده، بنقاتل على شان شرفنا، ما بنقاتل على اي حاجة وعزة نفسنا. تمام. هسه الليلة الدعم السريع عقب وقوموا سياراتها تمام، ويجي ويزق لنا بطن فريقنا وبطن اطفالنا، وانتوا قاعدين قاصد منو؟ قاصدكم انتوا كمحامين على وايد عندكم اي موضوع يا ناس المصالح. اقسم بدين الله مصالحكم دي تجيب لكم عن قريب بس، والراكبين كلها تنزلوا الناس الفلنقات للدعم السريع. نحن الدعم السريع القاتل فوقنا اكثر منك، اكثر مننا ياتو 2015 ابريل الاسه انتوا بتحجوا بها زمن زقلوا لتبوا وبلغوا العمارات. ومن هو بلغ كمباله؟ نحن مشينا تعالجنا لهم في الخرطوم هناك، سدينا لهم. ونحن دي تأسيس التي قاعدين تفتخروا بها دي قدمنا فوقها. نحن قدم فوقها منو اللي قدم فوقها؟ هسه قاعدين والمسيرات تدق لكم بطن شرفكم وبطن عيالكم، وتقول ربنا يصلح الحال. حال حق شنو بيصلح حالك؟ انت قاعد لشنو زاده؟ قاعد لشنو؟ تمام. ومن الان نحن اقسم بدين الله شوف وحياة دين امان الشيخ موسى ده كان بيجي ماريا وحاط القسم، وقسما بالله اقسم لكم 3 مرات اقسم بالله تاسيس تبقى ما فيها. تمام. وهو يا ابطال من هنا واي زول اي بطل من ابطال طوالي مباشره مستريح طوالي، ما عندنا لف ودوران نهائيا. تمام. نحن وقت تلعب بين سياسه ووقت تلعب بين اي حاجه. والان انا اتحدث لكم من كردفان، ومن الليله انا راجع طوالي مباشره مستريحه مباشره. تمام. بقاتل في اجل شنو؟ انا بقاتل عشان شرفي. الشيخ موسى ده مشي دخل جحر مع جيش وقف معه ما دخل. تمام. زول وقاعد وشغال. الدعم السريع ده وقت قام ولا قام مع الزيادات وشغال نايم جمع حالي عن قام لهم في موضوع حكم. تمام. السياسه دي يا زول بيلعب بسياسته. تمام. الشيخ موسى عمل شنو؟ ما عمل اي حاجه، قاعد في منزلته، ما مشى وقف مع الجيش قاتل معه، ما يتكلم بخش ما يتكلم. نحن الشيخ موسى ده بقي ما فيها، نحن ليس لنا وجود في الدوله تماما. ونحن الان نحن وجودنا شنو في الدوله؟ عندنا شنو في الدوله؟ ما عندنا اي حاجه. تمام. نحن ما عندنا الان في الدوله دي ما عندنا شيء. عندنا شنو؟ ما عندنا اي حاجه. تمام. عشان كده اقسم بدين الله شوف الشيخ موسى ده وقسما وعظما ونحلف لكم 3 صادق. كان الشيخ موسى بقي هلال ما فيها، اقسم بالله تاسيس تبقى ما فيها. تمام. والطص في عين اي فلنقاي. نحن بنقاتل لشان شرفنا، ما بنقاتل نحن لزول، وما محتاجين زول يدينا نحن. تمام. لنا عزة نفس لا تسمح لاي شمارقه. نحن اقسم بدين الله بقريشات شويه قريشات ما تبيعنا والله. تمام. والتحيه لجميع الابطال اللي عندهم قلب وطوال. سمعتوا يا شماريخ؟ اي شمروخه في الدعم السريع سمع الكلام ده؟ عشان بكره ما نسمع تقولوا الجيش فتنا وزنون فتنا وخطاب بتاع زنون ده ضد المكونات وكلام فارغ. شوف يا شمروخ انت، الكلام ده بيقولوا لك فيه الابطال ذاتهم من كردفان. ده كلام بتاع الابطال، ده ما كلام بتاعنا احنا كفلول. ده الابطال مستريحه، كلام واضح برا، ما عندهم دزدز يا زول. زي ما زي ناس احمد الضيب بشاره كويس. ده ما بيتخرفنوا لك. تمام. ده ما باستعباد هنا، ما بي اضان احسن من اضان ولا نخر احسن من نخر. هنا ده جبت السياده الجلد والراس ذاتهم بيتكلموا ديل. فهمت كلامي؟ ده الابطال يا زول. ده ما نحن ولا فتناك ولا تقول لي ده الجيش. ده زول قاعد الان في كردفان قال لك انا باقي الليل ده مبلغ مستريحه، وزارعنا غير اللي قلعنا، وعارفين الدقه مستريحه منو. ما تقعدوا تتمنتشوا فينا وشماريخ طاير لكم في راسكم وشمروخ انتوا. ما تيجي تقولوا ده الجيش يا زول. تو كده ما قدر الشغل ده بيتهبشوا مالكم. جروا جدعوا لهم مسيرات في بطن مستريحه، جا قال لك ده الجيش. ويا زول الجيش كان عميان من مستريحه دي 3 سنة. الجيش ده سال مستريحه دي ايش معنى الايام دي بس بعد ما جمع دقله يتدخل في الادارات الاهليه. انت قال الناس ابطال ده انت قايلهم اغبياء ولا شنو؟ ما عارفين انت جبت جمع دقله اتدخلت في الاداره الاهليه بتاعتهم. الناس قاموا فوق قالوا ما دايرين. انت قلت لهم لو ما دايرين بدوك مستريحه، قالوا لك ما دايرين، قمت دقيت مستريحه. الناس كلها عارفه القصه ما جا شو دعم سريع يا شمروخات. القصه تدخلكم في الادارات الاهليه عبر جمع دقلو وعم عبد الرحيم طاحونه بتوجيهات من الامارات. اتدخلتوا في الادارات الاهليه، فما تجي تمنمنوا يا زول. ديل الابطال قال لنا ماشيين مستريحه، والراجل حصلهم هناك. من اراد ان تسكله امه
ويرمل زوجته ويؤتم اطفاله، خليه يحصلهم في مستريحه. الناس دي كلها الان بدات تنسحب من المحاور، راجعين مستريحه. ده حفريتكم. والميليشيا حتنتهي من الداخل وحتتذكروا الكلام ده، والجيش حيخش دارفور وحيقول ولا طلع. تفضل يا محمد خليفه، كلك بلغ مستريحه. الابطال في المحاور دي تعليمات، ده ما انا، دي تعليمات الابطال. قال لكم ميزوا القاعد في محور، بلغ مستريحه باقي الليل ده. تفضل يا محمد خليفه. محبة وسلام، تحية واحترام. تحياتي وشكرا للفرصة. تحياتي لكل الناس الموجودين في المنصة والموجودين في الاستماع. أنا حقيقة كنت شغال لايف وزمن طويل وتعبان جاي أسمع، فإذا تم التهجم بي من قبل الجنجويدي هيثم واتهمني اتهامات باطلة عليه، سوف يعاقب بعض العقوبات، وذلك بكشح العديد من العشاء على هذه المنصة عشان يمشوا يحلقوا لك صلعة وتاني ما تشاغل الناس. أول حاجة داير ابدا ب حقيقه ما يحدث في الطينه. للامانه والتاريخ، الطينه من الامس قبل المغرب الجيش والمشتركه والمستنفرين قدروا انهم يرجعوا الطينه، وتم انسحاب كامل للميليشيا. ومن امس لحد الليله حسب ما وردنا من الجندي المجهول، الحقيقه كنت بتكلم معه قبل كم ساعه من داخل الطينه، احد الجنود المجهولين، ويتكلم عن انه من امس لحد الليله في قرابه 25 عربيه محروقه، بالاضافه الى السيطره على 17 عربه. بيتكلم عن انه القتل بالمئات. وانتقاما قامت انا حقيقه كنت بتكلم معه، حقيقه انا سمعت المسيرات تم استهداف الطين التشاديه من قبل مسيرات الميليشيا، واستهدفوا الأحياء السكنية تحديدا في الطينة التشادية، أحياء الشيخ أبو آدم، ودي كلها أحياء حقت مواطنين تم استهدافها من قبل مسيرات الميليشيا. الجيش والمشترك والمستنفرين مسيطرين على منطقة الطينة، والمجموعة تحديدا 103 حصلت فيها خسائر كبيرة، وفي جزء منهم محاصر في بعض الاتجاهات. كذلك برضو الجيش التشادي قام بإغلاق كامل لل مش معبر أدري بس لا، مسافة طويلة في الحدود تم إغلاقها من قبل الجيش التشادي، انتشر فيها، وده جاء نتيجة للهجوم اللي تم أمس من قبل قوات الميليشيا على الجيش التشادي، وقتلوا 9 وسيطروا على بعض المركبات العسكرية. ده كل الحاصل بشكل حقيقي. دون ذلك كله زيف. رغم 2 ما حدث في مستريحة، ما حدث في مستريحة هو نتيجة لخلافات حاصلة ما بين حميدتي وما بين عبد الرحيم، وممكن نعتبر انه الحصل الليله ده والممكن يحصل بكره في الايام الجايه هو نتيجه خلاف ما بين حميدتي وعبد الرحيم. عبد الرحيم بيرى انه مفترض يتم التعامل عسكريا مع موسى هلال، وكان المسألة دي مرفوضه من حميدتي، وممكن نعتبر ده انه تمرد من قبل عبد الرحيم، باعتبار انه هو عنده تاثيره بالذات في الطواقم بتاعه المسيرات. والطواقم دي في طواقم بالذات المجموعات الأخيرة اللي تدربت في نيالة تحديدا، دي مجموعات طواقم تابعة لعبد الرحيم، عكس اللي تدربت وين في الإمارات. نحن نتكلم عن كسار امسك الحبل، والله قلت لك الليله يحلوك صلعه. اصبر كون قاعد بحساب تاني، استلم بس. المجموعات اللي تم تدريبها على استخدام المسيرات، المجموعات اللي كان قاعد يتم تدريبها في الامارات، ودي كانت تحت اشراف حميدتي، لكن المجموعات الاخيره دي اللي تدربت في نياله تاثير عبد الرحيم عليها كبير. فاعتقد انه ما تم من خلال غصب لمستريحه هو من قبل عبد الرحيم، والمسألة دي ممكن يكون عندها تأثير كبير جدا في تماسك الميليشيا. وأي كلام عن إنه والله الاستهداف تم عن طريق الجيش ده كلام غير صحيح. موسى هلال هو أصلا ما قاعد في مستريحة، موجود في المناطق لكن ما موجود هناك، وبالتالي مات وما مدي إشاعة ساي. نقطة حقيقة برضو من الحاجات الغريبة في الفترة اللي فاتت إنه التغييرات اللي حصلت على مستوى القيادة في محور الأبيض
وكان عندها تأثير الإيجابي على أداء الجيش، لأنه حقيقة حسب جنودنا المجهولين الميليشيا قاعد تعاني معاناة شديدة في إنها تقدر تصل لمنظومات التشويش ومنظومات الدفاع الموجودة في اللبيض.